هاي، وحشتوني. النهارده زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو هنجرب مع بعض السوبر ماركت الاسيوي اللي عامل ضجه كبيره قوي على التيك توك. ففي فيديو النهارده هحاول اوريكم كل حاجه جوه السوبر ماركت، وبجد كل محبين الاكل الاسيوي او الكوري هيحبوا جدا ان هم يروحوا السوبر ماركت ده، واصلا الحاجات اللي جواها تخليكم بجد تدمنوا ان انتوا تروحوه، وبجد كانت تجربه حلوه قوي. الفيديو ده هتشوفوا حاجات عشوائيه قوي لان انا بجد كنت مستمتعه قوي بالتجربه، فهتلاقوني ساعات مندمجه مع التصوير وساعات مندمجه مع اصحابي، لان بجد التجربه كانت ممتعه قوي بالنسبه لي، فحبيت ان انا اوثقها ليكم، وكمان حبيت ان انا اقضي اليوم وانا مبسوطه. فلو انتم مهتمين ومتحمسين للفيديو ما تنسوش ان انتوا تتفرجوا عليه للاخر وتعملوا لي لايك وكومنتس لطيف يشجعني. يلا نبدا الفلوج. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو احنا المفروض هنجرب النهارده سوبر ماركت اسيوي بيبيع كل حاجه حرفيا اسيويه. هناخد التجربه بقى وتعالوا عشان انا بجد متحمسه قوي وحاسه ان انا هنيجي ندخل جوه من المسلسلات الكوريه او الكي دراما. بصوا انتوا هتشوفوا معايا، يعني انا هتشوفوا، انتوا هتشوفوا. متحمسه للتجربه كام في الميه؟ مليون في المية. كمان عشان انا عايزه اجيب لكم سناكات ونجربها مع بعض في الفيديو، فخلونا نشوفوا كده من بره عامل ازاي. اهو يا جماعه ده المكان، واحنا هنشوف بقى جوه بيبيع ايه، فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه احنا جبنا حاجات كتير قوي الصراحه، بس احنا جايين نجرب معاكم الراميون اللي جبنه الكواترو الصوص ده اللي هو ده تقريبا السبايسي، وده راميون باودر. ده الصوص كله ده مش كله عشان غالبا ده الاول. اي عادي، احنا نحطه على بعض. لا ده كله حطينا تقريبا البتاع كله. نحط بقى الباودر. ريحته حامية. ريحته طعمه وحش بجد. على فكره طعمه حلو قوي بالمانجا، والله الاكل بالعافيه. غالبا ده اقصى حاجه وصلت لها. جماعه بقى انا مش هجرب الايس تي ده، امريكانو سويت. تعالوا بقى نعمل الدرينك، مش هشربه الا في البيت. انا هفتح دي، خايفه افتح هطلع طعمها وحش. طعمه صبار بس طعمه حلو.
هو مقبول. هم عايزين شوجر بس دي بالشهد، هحط عليها فليفر تانية. مش سبايسي، مش سبايسي، هو طعم حلو قوي. انا شايفاه محطوط عليه رشه شطه بصراحه. طب فين ده بصراحه طبعا زي ما انت شفت في الفيديو احنا جربنا الراميون او النودلز، وبجد يا جماعه النودلز طعمها نفسه حلو، ولكن الافتر تيست زي ما بيقولوا او بعد ما بيجي بعد الطعم سبايسي جدا. بجد انا ما قدرتش استحمله، ومحدش من صحابي اصلا قدر يستحمله، وفي ناس من صحابي كانوا بيحبوا السبايسي فود بجد ما قدروش يكملوها. فانا مش عارفه الناس اللي بتاكل السبايسي فود او بتاكل النودلز دي بتقدر تستحملها ازاي. انا بجد زي ما انتوا شفتوا انا ما قدرتش استحملها خالص. اول حاجه هنجربها هو الدرينك ده اللي اسمه جيلي تشو او تشوي بالبيتش. انا جربت منه اللي بطعم الووتر ميلون اللي هو البطيخ، وجربت اللي بطعم المانجا، والاتنين كانوا حلوين. بس اصلا ده عامل زي الراني عندنا، عارفين الراني بتاعنا؟ هو عامل زيه بس قطع من الخوخ، او هو عامل زي الجيلي مش خوخ دايركت، هو جيلي بالخوخ تقريبا. فالمانجا والووتر ميلون كانوا حلوين مقارنه بالاتنين. الووتر ميلون الصراحه كان احلى من المانجا، فانا جبت الخوخ عشان انا بحب الخوخ، فخلينا نجرب. راني يا جماعه، الحبيبات بتاعت الخوخ دي زي ما قلت لكم طعمها كده الجيلي اللي بيكون بنكهه معينه. الدرينك ده هديله 8 من 10 لانه شبه الراني بتاعنا، فما فيش اي اختلاف بينه وبين الراني. الدرينك اللي بعد كده اللي هي سباركلينج ووتر، المفروض ان دي بيتحط عليها فليفر او بيتحط عليها سيرب وبنشربها، ما ينفعش نشربها لوحدها. في ناس بتشربها لوحدها عادي، بس انا لما دقتها لوحدها ما حبيتهاش. انا جربتها معاكم في الفيديو، حسيت ان هي لازم يتحط عليها حاجه. وانا يا جماعه من محبين اللي بيحبوا يحطوا السيفن او السبرايت على اي فليفر تانية او اي حاجه فيها صودا تانية. فالنهارده انا هجربه كده، وهجربه بالطريقه دي، احط عليها الدرينك اللي بالخوخ ده وهجربها. انا كوبايتنا اللي هنعمل فيها التجربه حطيت شويه منه على شويه من مشروب الخوخ، فتعالوا ندوق مع بعض. بصوا، هو غالبا كان محتاج ايس عشان يبقى طعمه احلى، فانا بصراحه هديله 5 من 10 لاني حاسه ان السبرايت والسيفن لو جبناهم وحطينا عليهم اي فليفر تانية او اي مشروب صودا تاني هيبقى فيه صودا اكتر وهيبقى طعمه حلو قوي، لان انا اصلا مجربه الموضوع ده فحاساه عادي جدا، فعشان كده انا اديته 5 من 10. يا جماعه بعد كده عندنا السويت امريكانو. انا الصراحه مش عايزه اجربه النهارده لان لازم يتحط معاه ايس، وانا عايزه اجربه قوي مع الايس، فانا ما عنديش تلج حاليا، فبصراحه مش عايزه اجربه المره دي، فهجربه في فيديو لوحده خالص وهقول لكم على رايي بصراحه فيه، لاني الصراحه متحمسه اجربه قوي مع الايس زي ما قلت لكم. فهنسكيب ده وهجربه في فيديو تاني. بعد كده هنجرب الموتشي يا جماعه، اكتر حاجه متحمسه اجربها. انا عمري ما دقته قبل كده وبجد متحمسه قوي ليه. انا معايا 2 فليفرز، معايا اللي بالتوت ومعايا اللي بالفراوله. في الفيديو النهارده هنجرب اللي بالتوت. بصوا هو ريحته غريبه، ريحته توت يا جماعه، في بتاع بلاستيك زي دي عشان تحافظ عليه، وبيبقى طري كده طبعا، اكيد انتوا عارفين. انا ما اعرفش، انا اول مره اجرب الموتشي فما اعرفش. بصوا طري قوي بجد، متحمسه قوي 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 اجربه. الموضوع مش حلو قوي. ده شكله من جوه، ما اعرفش ايه الشكل الغريب ده، بس احنا هنجرب. يا جماعه هو طعمه غريب، بس هو طعمه كله توت. عارفين لما تاكلوا كاندي؟ معرفش، حاسه ان هو ما فيهوش حاجه مميزه، بس هو طعمه حلو يا جماعه. الموتشي اديله 8 من 10 عشان هو طعمه غريب في نفس الوقت طعمه مميز برضه. اخر حاجه كنت متحمسه ان انا اجربها هي الكيك دي بتبقى سوفت تشيز كده، وبتبقى حرفيا طريه جدا وهشه كده زي اللي بشوفها كده في المسلسلات اليابانيه، فبجد حباها قوي وكان نفسي اجربها من زمان الصراحه، فاخيرا جه الوقت اللي انا اجربها. ريحتها غريبه يا جماعه وبرده هشه برده، وايه ده؟ بتيجي معاها ده، انا افتكرته والله تبعها. عامه هي بصوا بتيجي عامله زي البان كيك، هي شكلها من بره بان كيك قوي يعني، بس هي هشه جدا جدا جدا. واو بحب الاحساس ده قوي. طعمها زي ريحتها ولا لا؟
تحفه. عارفين طعم البسكوتات بتاع زمان او الكيكه بتاعت زمان؟ هي دي. بصوا طعمها تحفه، دي تتشرب مع قهوه الصبح، تحفه تحفه تحفه. اهي دي بقى اللي اديها 1,000,000/10 وانا مغمضه. تحفه يا جماعه. وعلى فكره كان في منها فليفر شوكليت بس انا ما جبتهاش مش عارفه ليه، بس بجد تحفه. اي لاف ات. اختراع. عجبني جدا عجبني جدا جدا جدا. يا ريتني جبت منها 2، حرفيا كنت هجيب 2 بس قلت لا خليني اجيب واحده اجربها الاول عشان ممكن ما تعجبنيش. يا ريتني جبت منها 2 ومن الموتشي واحده بجد. بس كده يا جماعه، روحوا السوبر ماركت ده واختاروا اللي انتوا عايزينه وجربوه. حبيت التجربه عموما وحبيت ان انا كنت مع اصحابي وشاركنا الاجواء دي. فلو انتوا استمتعتوا بالفيديو ووصلتوا للنقطه دي من الفيديو، ما تنسوش ان انتوا تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه طبعا طبعا طبعا، وتشاركوني بالكومنتس اللطيفه. واستنوا فيديو الامريكانو سويت عشان نجربه مع بعض. ان انت تجرب اكلات مختلفه دي تجربه ممتعه قوي، وبجد عايزه اعملها ليكوا كتير قوي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. باي باي.